أحسنه. احنا يا اخوان ما نبغى نسمع اذن من طين واذن من عجين، لا، نبغى نسمع ونتأمل فيما نسمع. نبغى يا اخوان خلاص اليوم نغير حياتنا. الاخوان تكلموا واكثر الكلام عن هذا الموضوع، لكن يا اخوان اختم يعني برسالة جتني على الواتساب ومن اسبوعين طلعتها وريتكم اياها الان، اوريها مرة ثانية بعضكم مو مرة يحضر. هذه الرسالة يا اخوان بعد ملتقى، طلعت الملتقى وين من التكبير والامور الطيبة. كبر الصورة يا شيخ، خليك على الموضوع الاول. اي نعم كبر بعد. فيا اخوان بعد ما طلعت من الملتقى ارسل لي على الواتساب، انا صورت الصورة، يقول لي انا تعبان يا شيخ، انا كذا تعبت يا شيخ، ودي انتهي قسم بالله، والله يا شيخ انه وليدي احبه اكثر من الله، والله يا شيخ انه وليدي اهم من الله. هل لاحظ حبيب الغالي؟ والله الذي لا اله الا هو ان هذه الرسالة جتني على جوالي من شاب من الشباب لما تعلق قلبه بغير الله، يقول والله يا شيخ اني بعض الاوقات ودي انتحر عشان ابين له حبي فيه. هل تأملت؟ هذه احبتي في الله نهاية العشق الشيطاني والحرام. والله العظيم ليش تتكلم عن هذه المواضيع؟ تبي تقول ليش المشايخ وش يفيدنا احنا وش يفيدنا؟ كل مواضيع الامور هذه لان يا اخوان من كثرة الرسائل والله الذي لا اله الا هو وربي يراني ويعلم وش بجوالي، الواتساب الان يشهد اكثر من 1400 رسالة الان وصلت. من قوة الضغط يمكن يا شيخ 80% من الشباب من يشتكون بعلاقات محرمة، علاقات محرمة، لواط وزنا وما ذلك حبتي في الله إلا لما هانت عظمة الله في قلوبنا. والله يقول في كتابه الكريم اسمع تأمل يا من قد حياك وأدبك مع الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله، الأرض هذه يا جماعة مو النظيم بس ولا السعودية بس ولا الخليج ولا الشرق الأوسط ولا آسيا، بل الكرة الأرضية، وهذه الأرض تكون في قبضته يوم القيامة. هذه الأرض كيف بك أنت؟ كيف بك أنت يا مثل اللواط؟ كيف يكون حالك وأنت في قبضته يوم القيامة؟ كيف يكون حالك وهذه السماوات السبع بين كل سماء وسماء 500 عام، وسمك السماء الواحدة 500 عام، 7 سماوات تكون في يمينه يوم القيامة، وأنت سوف تقف بين يديه حافي وعالي. شوف شو يقول؟ يقول بدي أنتحر. قسما بالله العظيم 6 من الشباب كلموني ورسائلهم معي موجودة في الواتساب يفكرون بالانتحار. خلاص مل يا اخوان، ما في سعادة الا مع الله. قسما بمن احل القسم اني جلست مع ناس مشهورين، جلست مع لاعبين، جلست مع فنانين، جلست مع شباب من آل سعود، والله كلهم اتفقوا وقالوا ما لقينا السعادة. نجيهم باستراحاتهم، نجيهم بجلساتهم، نجيهم بالتمامة، طفشانين زعقانين طالب كل واحد معه شراب، وهذا مع خويه يفر على الشوارع، شارع الندوة وشارع المحيط ويفر مع خويه. مستانس؟ قال لا طفشان. اللي مشغل اغاني مستانس؟ قال طفشان. اللي يكلم بنات مستانس؟ قال طفشان. زين من بالسعادة؟ حبيبي من الذي وجد السعادة الحقيقية؟ من علق قلبه بالله، من تعرف على الله. والله العظيم ان اعظم خسارة لما يقال فلان بن فلان مات. راح تسمع الكلمة هذه لفلان من الناس حبيب لك مات، لكن راح يجي يوم من الايام
يقال عنك فلان موت. وحذرك من أول ليلة في القبر. شفت اللواط هذا اللي تستمتع فيه 5 دقائق، والعادة السرية والزنا، والله العظيم لتذوق عقوبته في أول ليلة في القبر قبل يا اخوان. والدنيا بعد فيه عذاب. وش العذاب؟ الهم اللي يعيشه أكثر شبابنا. أنا مهموم، أنا طفشان، أنا زهقان، خلاص. لكن تعال أول ليلة في القبر، ليلة بكى منها العلماء. شوف العلماء بكوا منها، كيف بك أنت؟ وشكى منها الحكماء، كيف بك أنت؟ ورث فيها الشعراء، كيف بك أنت؟ وصنفت فيها المصنفات. روح أقرب مكتبة إسلامية، قول أعطوني الكتب اللي تتكلم عن أول ليلة في القبر، راح يأشر لك على يا إخوان درج كامل ورف كامل. هذا الرف في أكثر من 35 كتاب أو يزيدون، كلها تتكلم عن أول ليلة في القبر. الله يعيننا عليها. أنا أدري الآن أنت مستشعر، أدري الآن أنت متخيل راح تعيشه، لكن راح يجي يوم تندم على ما سويت. راح يجي يوم تظن أن المعصية تروح كذا. لا لا يا حبيبي، والله لتذوق مرارتها في الدنيا قبل الآخرة. خذها قاعدة، على كثر ما تتقلب في الشهوات في الدنيا راح تتقلب في نار جهنم. أعطوني أقرب ولاعة، اللي مع ولاعة، أقرب ولاعة. حذفها حبيبي، سير حذف حبيبي، أبيك تتابع. أعطوني يا إخوان أصغر معصية يعني بالدقائق يسويها الإنسان. خلنا نقول مثلا الدخان، السيجارة. كم داخل معك موشة؟ كم موش؟ كم مزة؟ خلنا نقول السيجارة تاخذ معك من عندي أنا دقيقتين وانت مكيف، وتمز السيجارة. المزة هذه والله إن لم تتوب راح تذوق مغبتها في القبر ويوم القيامة إن لم يرحمك الله. أبغاك من اليوم حبيبي الغالي يلي معك ولاعة في جيبك، ولا تدخن ولا تسوي أي معصية، ترى عندي ولاعة أنا مرات ما أنزلها. تظنون أن مطوع ما عنده معاصي؟ أنا قدامكم والله العظيم مرات يجيني الشيطان بدي أسوي معصية، لكن وقف يا صلاح المعصية جربها، خليك معي، ركز، اقطع اتصالاتك مع الناس كلها واسمع. اللي بغيت تسوي معصية خليك ذكي، احسبها. المعصية الآن تسويها كم تاخذ من دقيقة؟ قلنا السيجارة دقيقتين، زين. مني أنا أدخن، أنا بحلل لك التدخين والأغاني، ايش رايك فيني؟ أعجبك صح؟ زين خليك معي، بشرط التعدى أو الاختبار. إذا جاك الشيطان قال لك دخن، أنت احسبها، قل السيجارة داخل معي دقيقتين، حط أصبعك دقيقتين على النار، شوف ما تحمل، ثانيتين مخففين. إذا صبر أصبعك دقيقتين على السيجارة خذها مني أنا أدخن، ويوم القيامة كل صلاح قال لي ايش تبي بعد؟ ايش رايك؟ تسمع أغنية، الأغنية تسمعها الآن مزعل فرحان ولا أحد المغنيين، اسمع حبيبي الأغنية كم مدتها؟ دقيقتين، 4 دقائق، حط أصبعك 4 دقائق. الدقائق اللي نتقلب فيها في المعاصي راح نذوقها في النار إن لم يرحمك الواحد القهار. الدليل قال صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول، يقول إني رأيت رجل يتقلب في أنهار الجنة. لاحظ، يتقلب في أنهار الجنة. وش سوى هذا الرجل؟ أنت بتقول لي هذا الرجل الآن أكيد بنى 50 مسجد، لا، الرسول يقول رأيت رجل يتقلب في أنهار الجنة. ليش يا رسول الله؟ وش سوى هذا؟ قال هو ماشي في الطريق شاف شجرة كانت تؤذي الناس في الطريق، وش سوى هو؟ وقف شال الشجرة وحطها ورا. هذا العمل اللي سواه طاعة، صار له وين مكان الآن؟
يتقلب في انهار جنة. سويت طاعة راح تتقلب في انهار جنة. لاحظ، وقال صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت النار في ايش؟ في هرة. لاحظت حبيب الغالي ليش سوت لها؟ ولعتها في النار؟ لا، حبستها عن الاكل. الجزاء وين مكانها؟ النار، وبئس المصير. فتسوي طاعة مكانك في الجنة، تسوي معصية مكانك في النار. حبيبي تفضل يا غالي، الله يعزك على الدخان، تكفى يا غالي. من اليوم ابدأ بداية وكلنا يا اخواني. الشاهد يا اخوان، اول ليلة في القبر ماذا يحدث تحت الارض الان؟ قال ابن عباس من مات وهو يعمل عمل قوم لوط يقلب الله وجهه في القبر خنزير. كم من الخنازير الآن اللي تمتعوا في الدنيا بالشهوات الآن انقلبوا إلى خنازير. هذه الشهوات. تظن حبيب الغالي إن المستقيم ما عنده شهوات؟ عنده. شوف اللي قبل شوي عرضوا لي بروجيكتور. تعال يا شيخ. ايوه، كل ما اجي ملتقى ما شاء الله تبارك الرحمن والقاه جالس. كل ما اجي ملتقى واجي في ايام الاجازات وين يروحون السجلت؟ يروحون ومعاصي وفرفره ودرباويه وسفر محرم. والشيخ شوف حبيبي، شوف النور، شوف الثوب على السنه. كم عمرك يا شيخ؟ 18. كم؟ 18 سنه. اسال الله له الثبات، قولوا امين. وأسأل الله أن يزيد هدى وثبات. أفستريح. شوف حبيبي، أنت يا مسكين يا ضعيف يا اللي ما عندك رجولة، واعذرني بالكلمة هذه، نعم، لأن الدين يحتاج رجال. هذا مو كلامي، كلام الله. الله قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الذكر، بعض الناس ذكر ما يقال له رجل، ذكر، لكن بعض الناس يقال له رجل. فهذا الرجل سخر نفسه بطاعة الله وفي القرب من الله سبحانه وتعالى. يعني بالله بالعمر هذا ما عنده شهوات؟ والله عنده يبو 18 سنة، يبو 20 سنة، يبو 23 و22. خلاص اربع حمد فوق. كفاية يا اخوان ضياع وهجولة. وبعدين وش النهاية؟ النهاية والله العظيم في قبر راح توضع فيه وحيد، ما معك إلا عملك الصالح. يقول الشاعر، اسمع الأبيات وركز فيها زين، ركز فيها زين. قال تقاسم الأهل مالي بعدما صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من هوى الدنيا ليجمعها. أين الملوك؟ أين الوزراء؟ أين الأمراء؟ وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، راح منها بغير القطن والكفن، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. خلاص قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. ركز، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يوم فجر 13/12 الشهر هذا من اسبوع او اقل من اسبوع، اول ما وصلت الرياض جاي من الحج، نزلت احد الاخوان في النسيم واخذت سيارتي
وبطلع على طول حفر الباطن. هذا الكلام باقي على اذان الفجر ساعة. دق علي مساعد الشلهوب ناسي مفتاح سيارته معي. شوف الله شاء أن ينسى مفتاحه عندي بالسيارة. قلت ابشر قلت عطري حي الصحافة. وفعلا مريت وكلمني شوف أنا جاي يا صلاح بسرعة ايش فيك؟ قال دوار أنس بن مالك حي الياسمين اللي في حي الصحافة في حادث قوي تجي عند دوار. وفعلا يا اخوان يوم جينا عند الدوار واذ بحادث قوي جدا عندكم في الرياض. اهتز الرياض لهذا الحادث وكلكم بعضكم يعرف هذا الحادث. واول من خرت عن هذا الحادث انا واقف قبل الحدث. يوم جيت يا اخوان عند الدوار واذ الاشلاء الممزقه شالوها في الاسعاف. سمعت بحادث عائله عبد الملك الحين صح ولا هز الرياض 5. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بغتة. يوم جيت عند الحادث وإلم الجيب رايح فيها من قسم الصين من فوق ورايح فوق تورس سكران أسأل الله يهديه. قتل 5 وهو ما صار في شيء. سبحان الله شوف رحيم والله رحيم. قتل 5. حادث اللي يشوفه يقول سبحان من نجى راعي الفوت. سكران يمشي ب70. شوف السكر تسبب في قتل 5. شوف اللي تعاطى المخدرات واللي تعاطى الحشيش واللي يروج يقوي لك من ربي. المشكلة مو عند هذا راعي الفوت اللي قتل 5. المشكلة في اللي باع الشراب راعي الفوت. يا ويله من ربي يوم القيامة لأن تسبب. هو جالس في البيت أخذ فلوس وعطاه بطل وهذا شرف المسكين وصار خروف وصار بحجة وثم ساق السيارة في سرعة جنونية وتسبب في قتل 5. 4 خوات وأخوهم عبد الملك عند الدوار جايين من الحج. توهم جايين من الحج توهم وصلوا باقي على الفجر الآن نص ساعة بياخذون مع الدوار ماشيين صح بس مين يسمع الدوار والحقي لهم. جاء أخونا في الله هذا راعي الفوت أسأل الله أن يهديه تسبب في قتل 5 يسأل عنه يوم القيامة. ثم جاء مسرع يمشي 106 سكران يا أخوان وعدهم. ويا ويله اللي باع لهذا. يا ويلك تبيع لك حشيش ولا تبيع لك حبة روش ولا تبيع يا شيخ حبوب تاكون. قسما بالله ليسألك الله يوم القيامة يا مروج والوسيط واللي يستقبل واللي يهرب والحامل والمحمول له. يا ويلهم إن لم يتوبوا من رب يوم القيامة. الشاهد يا اخوان قبل فوق تحت مع الدوام وجاء هذا يمشي ب70 في الطبعة تجي كذا يا اخوان رصيف ضرب في الرصيف قمت السيارة فوق ضربت الجيب من فوق قص الرص قص من الرص قص من فوق ما في غمار مش ولا شيء. وإذا شمس جيت وأنظر في الدماء والثياب وأشوف لي براد شاهي براد قهوة كانت تقهون في الطريق جاي من الحج 1000 كيلو تعبانين تقهون في الطريق هم يتقهون جاهم الموت. شوف كيف الموت يأتيك بغتة وفجأة انتبه يجيك وانت باقي على معاصيك. انتبه يجيك وانت عندك علاقة مع بنت ما تبت منها. انتبه يجيك الملك الموت وانت عندك صور في جوالك ومقاطع محرمة. انتبه يجيك ملك الموت وانت سيارتك فيها اغاني وفيها سيديات. انا احذرك اشد الحذر. اسمع جاي من حج والله العظيم وفيه مطوع موجود اكثر مسلم مطاوعه طلعوا يقربون. سالت واحد منهم شفت المشطط يجي يتحرك سالته قلت الله يجزاك قال اجل واجبك الله يجزاك خير. قلت معليش تصير لهم انت مو وقت سؤال لكن انا حبيت اني اسال حتى انقل لكم يا شباب تكفون اسمعوني ابوس ايديكم اسمعوني صح اسمعوني زين. قلت وش المشكله؟ قالوا عيال خالتي 4 خوات واخوهم توفوا كلهم. يا الله بيتهم بياخذون دوام في مطعم يجيك على اليمين بعد بياخذون اليمين يعني بين
بيتهم وقبض الأرواح 200 متر. الله خلاهم يروحون وحجوا وأدوا المناسك كلها وهم راجعين، مو في كويعية ولا في رويضة ولا في الجحيم، الله قال راح أقبض أرواحكم عند بيت أهلكم 200 متر. شوف الحبيب الغالي، وماتوا كلهم. الآن لهم 7 أيام في القبر، لكن هنيئا لهم بحسن الخاتمة، هنيئا لهم بحسن الخاتمة. واحد من الدعاة صديق لي في جدة، والله ما قد جيت جدة ودرى وقرأ تغريدة اللي في جدة على طول، أرسل لي تكفى يا صلاح لك كلمة. أحمد السميري رحمة الله عليه، شوف الصحبة شو يسوون، اسمع يا اللي تقول خويي، تتكلم شباب تعال قال لا مع خويي، خويك كان ما ينفعك. قسما بالله إذا كان هذا الخوي ما يدلك على الخير، إن يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، والله لا يتلاعنون يوم القيامة. الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف المتقين وش سووا. أحمد السميري حاج من جدة، داعية، عنده مخيم فيه أكثر من 500 شاب، وكان مسؤول الثقافي، وتابوا ناس في المخيم على يد أحمد السميري. أحمد السميري في يوم 13 هو رايح يرمي جمرات، يرمي آخر جمرة وبعدها يروح جدة، عنده 3 بنات وزوجة، وهو ماشي الموت يأتيك بغتة، يأتيك بغتة يا حبيبي، ما يعرفك، داعية من داعية كبير صغير، وهو رايح